انت السبب ان المواهب في مصر بتدفن. انت، مش النظام، مش الحكومه، انت. والله العظيم الكلام ده طالع من قلبي، والكلام ده صادق، والكلام ده انا بقوله عشان قسما بالله انا بحب بلدي وبحب اهل بلدي. وانا شخص اللهم لك الحمد خريج هندسه كمبيوتر، واللهم لك الحمد بفضل ربنا فتحت كذا شركه، وانا اؤكد لك عينت ناس من دول مختلفه. والله المصريين اذكياء جدا، والمصريين ما بيعطلوش، اقسم بالله الكلام ده حقيقه. بس انا هقول لك ليه احنا السبب، تمام؟ وافهم الموضوع ده وما تبقاش هجومي، افهم الموضوع ده. لازم تفهم ان الدنيا ماشيه بحاجه اسمها كابيتاليزم، الرأسماليه. يعني ايه رأسماليه؟ يعني ببساطه ايا كان حاجه هتجيب لي فلوس، انا بكلمك من بزنس اونر برسبكتيف، يعني من طريقه تفكير بزنس اونر. اي حاجه هتجيب لي فلوس انا هحطها، تمام؟ طيب نيجي مثلا نبص على قناه بتعرض مسلسلات وافلام وبتجيب ناس وكل الكلام ده. طيب انا هشوف الراي العام ده بيحب ايه، والراي العام ده اصلا بيكون من ايه؟ الراي العام ده بيكون من الراي الفردي. طيب الراي العام انا شايف المصريين بيحبوا الرقصات، بيحبوا الهلس، بيحب قوي الواحد اللي هو فاهم يكون ما بيعملش اي حاجه في حياته حرفيا، طالع بيعمل يعني اكثر من القذاره، بيعمل احكام، لايفات على التيك توك، كل الهبل ده. طيب ببساطه المجتمع بيحب كده. ولما انا اطلع له المغني الفلاني، او لما انا اطلع له الشخص اللي هو مشهور على تيك توك في البرنامج الفلاني، انا عارف ان الراي العام، انا عارف ان المصريين هيشوفوا الكلام ده، فبالتالي انا كقناه هتجيلي فلوس اكتر، فبالتالي انا هعمل فلوس اكتر، فبالتالي انا اوقف حاجه زي كده. طيب ما تجيش بقى تلوم البلد والنظام ان احنا ما بنقدرش، انتوا ليه ما بتقدروش المواهب؟ لا، هي مش فكره ليه مصر ما بتقدرش المواهب، هي فكره ليه احنا كمجتمع مصري ما بنقدرش المواهب. ليه؟ احنا مع الاسف بنقدر رقصات، الاغاني الهابطه، لايفات على التيك توك، ال اسمها ايه، واحد يحط زيت على نفسه، جولات على التيك توك وكل الهبل ده. بنقدر الافلام الهابطه، بنقدر المحتوى التافه، المحتوى اللي هو قليل الادب. فاحنا اللي بنعمل الكلام ده، وبعد كده بنلوم البلد. يا جدعان انا مش طالع اقول لك ان مصر جنه، بس انا بالله عليك عاوزك انك تفكر للحظه وما تهاجمش، ما تخشش تشتم في الكومنت زي الغبي. يا ابني افهم ان احنا مش اغبياء، احنا مش ناس اغبياء، احنا ربنا سبحانه وتعالى ادانا عقل. وافهم تاريخ بلدك يا جدعان. والله العظيم مصر دولة عظيمة. هو انتوا يا جدعان ما تربيتوش على حب الوطن؟ هو الواحد اللي بيحب مصر؟ اقسم بالله مصر دولة عظيمة وشعبها شعب عظيم، لكن احنا محتاجين نركز شوية، محتاجين ان احنا نفكنا شويه من الهلس، نفكنا شويه من شغل عقليه الضحيه دي، اللي هو هنعمل ايه بقى، عايشين في مصر لازم نفشل. لا والله لا، اقسم بالله لا. في ناس في مصر بتعمل فلوس كتير فشخ وحلال، مش كل حد بيعمل فلوس يا جماعه تقولوا عليه ان هو نصاب وحرامي وتاجر اعضاء وتاجر سلاح. ما هو ممكن يبقى سعى وتعب وهو فهم ان العمل بتاعه والنتيجه بتاعت ربنا، السعي علينا ولكن السعي على ربنا. افهموا يا جماعه الموضوع ده. انا اسمي طاهر، والله بحبكم في الله، ونفسي بجد اشوف المجتمع المصري احسن مجتمع في العالم. سلام عليكم.